الراجل ده وسيم جدا، اول ما بيخش من الباب كل الستات عيونها بتتزغلل عليه ومش قادره تبص في حته تانية. الرجاله التانية بقى بيغيروا منه بشكل مش طبيعي. النهارده اول يوم شياوسو في الشغل، ماشي ورا المدرب بتاعه علشان ينفذوا مهمه. المهمه دي كانت حضور جنازه يومي جان. الهدف الاساسي انهم يضمنوا سلامه يومي. الراجل العجوز لي ومعاه شياوسو رافقوا يومي وجيانج شجون علشان يقدموا واجب العزاء. العيله عزمتهم على اجتماع عائلي. شياوسو قرب من يومي وحط لها جهاز تصنت صغير في شنطتها من غير ما تاخد بالها. قال لها لو الجو جوه في حاجه اضغطي مره علشان اسمع اللي بيحصل، ولو في حاجه اكبر اضغطي مرتين. يومي اتلخبطت وقالت اضغط مش فاهمه. اول ما يومي دخلت قاعه الاجتماع الحرس قفلوا الباب من جوه بالمفتاح. المحامي طلع خزنه صغيره محتاجه كلمه سر. يومي كانت معاها الباسورد، اديته للمحامي وفعلا فتح الخزنه وابتدى يقرا الوصيه وبين ان يومي هي رئيس مؤسسه منحه بيونج تشانج. قالوا لها اطلعي بره واستني. قالت ماشي هرجع المكتب. لكن يومي حست ان في حاجه مش طبيعيه في الجو. قامت على طول وضغطت على القلم اللي فيه جهاز التنصت. شياوسو واللي معاه سمعوا اللي بيحصل جوه. اكتشفوا ان الناس اللي جوه متفقين كلهم ضدها وبيضغطوا عليها علشان تبيع اسهم عمتها ليهم، وعرضوا يدفعوا 3 أضعاف سعر السهم، وقالوا لها الفلوس دي تكفي مصاريف الحمله الانتخابيه. المشكله الكبيره ان جوزها نفسه معاهم ضدها. ساعتها يومي استوعبت ان الكل بيتآمر عليها.